ازيك يا شباب؟ في نظريات الجزء السابع من السيرك الرقمي المدهش، احنا هنحاول نعرف ونجمع المعلومات ونربط كل الاسلاك اللي في دماغنا عشان نعرف ايه اللي هيحصل في الحلقة السابعة من السيرك الرقمي المدهش. الحلقة السابعة اولا، يعني الحلقة السابعة او الجزء السابع هينزل في شهر نوفمبر. لا، هينزل في شهر كام؟ هينزل في شهر ديسمبر يوم 12، يعني 12/12/2025، يعني يعتبر بعد شهر، عشان النهارده 31 او بكره 31. معرفش، لكن في وقت ما ويوم ما وشهر ما تنسوش تعملوا لايك، اتمنى منكم تشتركوا معنا في القناه. هتلاقوا زرار احمر تحت، دوسوا عليه بسرعه حوالينه اللون الرصاصي عشان تنورونا في القناه، وخلينا نشوف الابداع اللي هيحصل. اول حاجه لازم تعرفوها ان السيرك الرقمي المدهش، جاكس هي الشخصيه اللي وحشه فيها، وكل الناس بتكرهه وفي ناس بتحبه عشان رخامته بتدي يعني طعم للحلقه. لكن الشخصيه ديت هيبقى ليها جانب مسلم، واصلا هي ليها جانب مسلم. الجانب المسلم دوت هو جانب طيب منها، والجانب دوت ان جاكس في الحقيقه مش الشرير اللي احنا عارفينه. جاكس عاش طفولة وحشة جدا لما كان في العالم الحقيقي، مش العالم الرقمي اللي انتوا شايفينه، اللي بيكون فيه شخصيات زي بومني، زي مثلا بومني، زوبو، كينجل، راجاسا، كينجر، واللي بنحكي عليه جاكس. فزي ما احنا عارفين ان راجاسا حكت في الحلقة الرابعة ولا الحلقة الخامسة تقريبا انها عاشت حياة بائسة جدا مع أمها كانت صعبة عليها جدا، يعني كانت بتزعلها دايما، بتعاملها وحش، وكانت بتجلدها دايما، وعشان كده هي بتخفي أسرارها المرعبة ديت وأسرارها الوحشة، وتخفي كمان شخصيتها الشخصية الجانبية بتاعتها، اللي هي الشخصية الحقيقية، اللي هي الشخصية الضلمة المظلومة اللي دايما أمها كانت بتعاملها وحش. لكن جاكس، انتوا عارفين ان جاكس اساسا دوت هو اخو راجاسا؟ اكيد ما حدش يعرف منكم الحكايه ديت، لكن جاكس اخو راجاسا. فجاكس بيخاف من الذرة، والذرة بيفكروا بعيش الحشرات، وعيش الحشرات بيكون فين؟ بيكون في المزارع المخيفة. مش مخيفة، في المزارع. فأكيد فراجسة كانت بنت ريفية، كانت موجودة في المكان، كانت موجودة في مكان زراعي، وأمها كانت مزارعة. يبقى هي كده يبقى هو كده كان بيخاف من الذرة، عشان تقريبا أمه اللي هي أم راجسة كانت بتعاقبه بطريقة ما، بيه تقريبا بتأكله كميات كبيرة أو بتخوفه مثلا. فهو جاله عقدة نفسية من الذرة، وجاله عقدة نفسية من الدنيا كلها بسبب أم راجسة أو أمه ذات نفسه. فنستنتج من هنا إن جاكس هو أخو راجسة. نرجع بقى لفكرة الموضوع. أنا دلوقتي أنا بفكر دلوقتي إن في الحلقة السابعة جوس وورك أو اللي عملت السيرك الرقمي المدهش نزلت بوست موجود فيه جاكس نايم على سريره في أوضته، وفي جسم تقريبا نستنتج إن ده جسم كينجر. لكن أنا مش هعرف أظهر لكم دلوقتي الصورة عشان أنا ما بعرفش أعمل مونتاج حلو، سوري يعني. هبقى أتعلم مونتاج أوريكم. لكن الصورة دي كان فيها جاكس ونايم على سريره، والله العظيم ده مش أنا اللي بخترع الكلام ده. حتى دوروا على جوس وورك وصفحته هتعرفوا ان الصور اللي انا بقول عليها دي هي صور حقيقيه 100%. فاحنا نستنتج من هنا ان كينجر هيكون عنده محادثه مع جاكس، وانتوا اكيد عارفين ان كينجر ده حكيم، رغم انه متخلف الا ان هو حكيم وبيحسن مشاعر الشخصيات التانية. زي مثلا الحلقة الثالثة لما خلى بومني تشعر بشعور احسن لما كانت متضايقة من كين. فاحنا نستنتج ان كينجر هيخلي جاكس يحس بمحاسن اكتر. اللي انا بقوله ده هيخلي جاكس يحس بان هو افضل، أو تقريبا هيروح يتأسف للشخصيات كلها وإنها تبقى حلوة. لكن في ناس بتقول إن هو هيتحول، وذات نفسها جوز وورك قالت إن في حد هيتحول في الحلقة السابعة.
لكن لحد دلوقتي احنا منعرفش مين هو. فاحنا ممكن نستنتج ان هو جاكس، لكن هي المعلومة ديت مش عالية قوي. وجاكس مش هيكون في بتاع الادفنتشر التانية، او اللي هي المغامرة التانية، الا المغامرة للبحر. كل الشخصيات هتروح الا مين؟ جاكس. فحقيقة جاكس هنا انه هو فعلا انه هيبقى مكتئب على سريره الجميل اللي في اوضته الجميلة. فهنا كينجر هتبدأ محادثته معاه بعد ما نشوف حتة البحر اللي هي جليتش نزلته على اليوتيوب، لما ورت المغامرة اللي هيكونوا فيها. ولا أول الحلقة وجوز غورك بتعمل كده من أول الحلقة الخامسة، لما من أول الحلقة الخامسة أو السادسة، لما ورت بداية الحلقة، وكانت ساعتها تقريبا في السينما. فهنا بنعرف إن جاكس يا إما هيتحول يا إما هيتحسن أكتر ويبقى طيب مع الكل. وهنا سبل أخيرا وكركزوا على كلمة أخيرا دي، هتفضل يعني هتبدأ إنها تصاحب جاكس زي الباقي، لأن هي بتكره كره السنين يا جدعان. فهو ده كل اللي عندنا. يلا سلام. رينجا طبعا، سلاحف الرنجة، إنهم سلاحف الرنجة ياكلون المحشي باستمرار.